اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا مساء الفل والهنا والسعادة على حبايبي وإخواتي وأصحابي وأحلى متابعين في الدنيا. النهاردة بقى كان يوم جميل جدا. ابني كان عازم صاحبه، فقول لي يا ماما أنا عاوز أكل بقى ملوش حل. قلت له يلا بينا على الملوخية وعلى الفراخ المحشية. يلا بينا يلا بينا، النهارده هنعمل احلى اكله انا عن نفسي بحبها جدا. الفراخ المحشيه والملوخيه الاتنين مع بعض بيبقوا ميكس كده تحفه جدا، اللهم بارك وبألف هنا للي كل. يلا بينا بقى نشوف الفيديو بتاعنا النهارده. بصي شويه ملوخيه بقى قمر كده قمر وطعمهم تحفه جدا، وشويه بقى رز بالشعريه كده. وحشينا الفراخ النهارده بس حشيناها رز ما حشيناهاش فريك. ودي كانت رغبة ابني النهاردة فعملتها له كده النهاردة. اللهم بارك تحفة جدا. وعايزة اقول لك بقى كلي بقى واستمتعي. النهاردة نزلت السوق، احكي لك بقى حكاية الملوخية النهاردة. نزلنا السوق وبعدين بقول لها الست اللي بتبيع الملوخية بتقول لي الملوخية المتقطفة ب100 جنيه والملوخية العيدان ديت ب15 جنيه. بصي الفرق قد ايه، 85 جنيه. قلت يعني مش فاهمه الفرق الفظيع ده عشان ايه؟ عشان العيدان؟ لا هاتيها بالعيدان يلا مفيش مشكله. هو كل فين وفين لما بناكلوها مره، وهي كده كده العيدان يلا هتروح في الزباله مفيش مشكله. بس الفرق فظيع الصراحه، يعني هي عشان خفيفه وما بتوزنش يعني الوزن بتاعها بيبقى خفيف، فطبعا هما مغاليين سعرها. ما علينا من القصه، بس اتفاجئت يعني بالسعر، يعني كانت معلومه حابه اقول لكم عليها او مفاجاه كده اتفاجئت بيها في السوق. المهم جبت الملوخية كده وأمري إلى الله وقطعتها وقطفتها زي ما انت شايفة كده. تمام. وجيت قعدت بقى قلت يلا يعني هي العيدان هتخسر هتترمى في الزبالة، ما علينا مفيش مشكلة خالص. اخدتها كده وقطفتها زي ما انت شايفة بالجمال ده. وعايزة اقولك الورقة بتاعتها كانت تحفة جدا. والايام بتاعت الملوخية دي بقى، انا عايزة اقولك الملوخية من الحاجات العشق اللي احنا بنحبها جدا. هخلص تقطيف كده وهعمل ايه فيها. الملوخية من الورقيات يعني لازم تتغسل كويس جدا. تعالي بقى نغسلها كده مع بعض. يلا بينا. خدتها كده على الحوض وزي ما انت شايفة انا بغسلها ازاي. بمسكها بقى كده انزلي عليها بالمية غرقيها لغاية ما تمغيها كده زي ما بيقولوا. مغي فيها جامد جدا، لان بيبقى الورقيات بالذات بتخافي منها جدا يعني لازم تكوني غسلاها كويس جدا. عايزه اقولك الورقيات في العموم في الخضار كله بيتغسل كويس جدا. تمام. فانا عندي هنا المصفى، دايما بحب اغسل الملوخيه ومعايا مصفى، لان طبعا هي دايما بتلزق في ايديكي كده وانت بتغسليها، الورق بيلزق في ايديكي يعني. اغسلي بقى حلو مره واتنين وتلاته. وطبعا انا ما بحبش ان انا احط عليها خل اصلا الملوخيه، لان هي بتغير في طعمها شويه. فبستبعد خالص موضوع الخل وبستبدل ده بان انا بغسلها كويس جدا. تمام. خديها بقى لغايه ما تروق منك الميه خالص، اغسليها تمام التمام. حلو كده حلو كده. انا غسلتها مره واتنين وتلاته لغايه ما الميه بتاعتي تروق تماما، احس الميه بتاعتي راقت وبيضه، خلاص كده الملوخيه بتاعتي نضفت. لو وصلتي معايا لغايه هنا بقى صلي على النبي وكملي معايا الفيديو. حطي لي لايك وما تنسيش تحطي لي اللايك القمر بتاعك، يا رب ما يحرمنيش من لايكاتك الجميله اختي وحبيبتي وصاحبتي واحلى متابعين في الدنيا. تمام. دي اخر مره هي بغسلها فيها. وبعد كده هقول لك بقى هنعمل ايه في الملوخيه بتاعتنا. الملوخيه مغذيه جدا يا جماعه لاولادنا ولاي حد. لو تعرفي فوائد الملوخيه اصلا ما تمنعهاش من البيت، حاجه كده تحفه في الموسم بتاعها بالذات. ما تقطعهاش من يعني على الاقل خالص في الاسبوع مره لو هتعمليها. صفيها كويس جدا من الميه زي ما انت شايفه كده اهو. وبعد كده هنعمل فيها ايه. طبعا الملوخيه من الحاجات اللي المفروض ان احنا لما بنيجي نعملها لازم بتبقى ناشفه معاكي تماما، عشان خاطر يعني ما تزحلقش منك قوي كده وانت لسه يعني بتخرطيها. تمام. انا دايما معايا فوطه كده وبروح حاطه عليها الملوخيه بعد ما بغسلها وبصفيها كويس. تمام. انا هنا صفيتها من الميه على قد ما اقدر. وعندي فوطه، الفوطه دي بتاعه المطبخ بتاعه الحاجات اللي بحب اجففها الورقيات. تمام. وحطي عليها الملوخيه كده وابدأي جففي فيها بالفوطه بتاعتك دي. ولغايه ما تكملي حاجتك اللي في المطبخ خالص، او لغايه ما ترجعي تقطفيها سيبيها شويه حلوين جدا في الفوطه ديت عشان تنشف معاكي، عشان تطلع الملوخيه بتاعتك جميله جدا وفي الاخر القوام بتاعها بيطلع مظبوط. اعملي كده. انا سبتها وركنتها في الفوطه كده لغايه ما اشوف احنا هنعمل ايه. معايا بصلايه حمراء و3 بصلات الابيض الصغير. الابيض الصغير ده هعمله لايه؟ هعمله هحطه للشوربه، وبصلايه واحده بس هخرطها وهقول لك ليه دلوقتي. تمام. دايما البصل الاحمر بيبقى ليه استعمالاته، والبصل الابيض ليه استعمالاته. البصل الابيض في الغالب انا بحب احطه جدا للشوربه،
وطبعا برضو بدخله في طبيخ احيانا وحاجات كتير، ولكن بوجوده هو النهارده مع البصل الاحمر، فطبعا بحب احط البصل الابيض للشوربه، والبصل الاحمر دايما بيبقى محطوط للحاجات اللي هي فيها تتبيلات للعصاج، لحاجات كتيره جدا في طبيخ ممكن بتحطي البصل الاحمر. حبيت اعمل هنا الرز الاول، تمام، عشان اركنه على جنب. معايا حب معلقتين 3 من الزبده البلدي، وعليهم معلقتين زيت. وطبعا بنزل بالشعريه بتاعتي لغايه ما تتحمر كده، لغايه ما تاخد اللون الذهبي الاول كده، تمام. وبنزل عليها بعدها بالرز بتاعي الابيض، وطبعا معروف ان مقدار الرز الابيض قد الميه بتاعتنا اللي بنحطها، الرز المصري، تمام. تمام لغايه هنا، تمام لغايه هنا احنا كده خلاص خلصنا المقدار بتاعنا. ببدأ احط الملح بتاعي وانزل المية واغطي على الرز، وهنشوف هنعمل ايه. الاكلات الجميلة دي بقى من الحاجات الجميلة اللي بحبها جدا، وعايز اقولك انت لما معودة اولادك ياكلوها صدقيني هياكلوها، مش متعودين ياكلوها هتبصي تلاقيهم بيبعدوا عنها. وطبعا انا عايز اقولك الجيل كله دلوقتي الا ما رحم الله يعني كتير جدا جدا ما بيحبوش الاكلات دي. طبعا انا هعمل ايه دلوقتي. البصلايه اللي لسه مخرطاها، انا عملت الرز وركنته على جنب يستوي براحته بقى. حطيت البصلايه الحمراء اللي احنا قطعناها خرطناها دي، خرطناها رفيع جدا، حطيناها عندك في حله او في طاسه زي ما انت شايفه كده. وبديها تتبيله الاول بمعلقتين سمنه ومعلقه من الزيت، وبقلب حلو جدا لغايه ما تدبل معايا البصله. اول ما تدبل طبعا شايله الكبد والقوانص بتاعه الفراخ ومقطعاها زي ما انت شايفه كده، ومصفيها كويس جدا من الميه بتاعتها، حلو كده. انزلي بيها على البصلايه كده لغايه ما تاخد لغايه ما الميه بتاعتها تتشرب تماما، ولغايه ما احس ان خلاص بدات تتكتك معايا كده. هقول لك هنعمل ايه دلوقتي. نزلت عليها برشه من الملح، تمام، مقدار من الملح بتاعنا. وطبعا الفلفل اسود انا هنا مش عارفه، انا نسيتها تقريبا، نسيت اصورها او مش موجوده في التصوير، تمام كده. بتبدا تتكتك معايا كده، بنزل عليها الاول بالرز. الرز دوت طبعا عايزه اقول لك 3/4 كوبايه من الرز، لان انا عندي الفرختين صغيرين وفرختين شمرت، فطبعا مش هياخدوا معايا رز كتير، فدي حوالي كوبايه الا ربع من الرز. ونزلت عليهم كده بطماطمايه مبشوره، طماطمايه مبشوره، حلو كده. وابداي قلبي الكلام ده كله مع بعضه كده، وانزلي عليها يعني برشه خفيفه جدا من الحبهان المطحون، تمام. وقلبي. انا هنا ما حطيتش بهارات خالص غير فلفل اسود وحبهان، رشه خفيفه. ونزلت كده عايزه اقول لك بحوالي 3 معالق ميه، يعني ما فيش ميه خالص، اللي هي ايه، الطماطميه مع شويه الميه الصغيرين دولت هم اللي هيسووا لي الرز دوت نص تسويه او 3/4 سوا. وهغطي عليهم ووطي عليهم النار ويستووا براحتهم خالص، تمام كده. قلبي بقى كده، انا كده خلاص هم هنا استووا، يعني مش استووا كامل سوا، لا واخدين 3/4 سوا، تمام. هركنهم في صينيه على جنب كده لغايه ما يبردوا خالص، عشان لما اجي احشيهم انا عايزاهم باردين عشان اعرف احشي الفراخ بتاعتنا. لغايه هنا تمام تمام. لو وصلتي معايا لغايه هنا اوعي تنسي تحطي اللايك يا حبيبه قلبي. معايا بقى حله وحاطه فيها ميه، وهعمل ايه، هجيب الفراخ بتاعتي الاول اللي انا غسلتها كويس جدا اهي، اللهم بارك، كنت غسلاها حلوه جدا طبعا، ونقعها في الميه بالليمون بالملح. طبعا بغير الميه دي تماما وبديها شطفه كويسه جدا بقى قبل ما احطها في ميه السلق بتاعتي. طبعا انا معلقه على الميه تاخد غلوتها الاول، عبال ما بشطفها وعبال ما بعمل حاجات تانية، عبال ما احشيها هتبصي تلاقي الميه بتاعتك غلت، تمام. كتفي الجناحه بتاعتها كده من وراها، واظبطيها كده شطفه حلوه جدا. طبعا الميه بالليمون بالملح بتنزل اي زفاره فيها، وطبعا لازم بتبقي غسلاها كويس جدا. اشطفي حلو جدا وصفيها، حطيها في المصفى كده تنزل اي ميه فيها. ومعايا بقى الخلطه اللي احنا عملناها، الرز بالكبد والقوانص. طبعا هنا ممكن نحشيها فريك، بس انا استبدلت النهارده الفريك بالرز. طبعا احنا عملناها كتير جدا في القناه بالفريك، بس النهارده حبينا نغير الموضوع. هنحشي قلبها كده زي ما انت شايفه، نص كميه الرز اللي موجوده عندنا، تمام. احشيها كويس جدا، بس طبعا ما تعبيهاش جامد عشان ما يطلعش منك الرز بره الفراخ. انا بكتفها كويس، انا اصلا مكتفاها، وهاخد جلده بتاعت الصدر دي واقفلها من تحت كده مع الرجل، وهجيب العصايه الستيك الصغيره ديت وهقفلها بيها من تحت برضو زياده تاكيد، تمام كده. اهو بتيجي من تحت كده بتعشقي الرجل مع الجلده بتاعت الصدر،
في الرجول كده، وبتدخليها زي ما انت شايفه كده، بتبقى جميله جدا ومتقفله تمام. وعايزه اقول لك بتبقى تحفه جدا، بتدخل لها الميه بقى والشوربه من ناحيه الرقبه، فبتسوي لك الرز تسويه كامله جوه. حطي برضو الكميه التانية في الفرخه التانية زي ما انت شايفه كده. الفراخ دي شامورت صغيره يعني ما بتاخدش سوا خالص. بقيه الرز بالكبد دوت طبعا سويتهم على جنب لوحديهم، شويه صغيرين كانوا فاضلين. تمام. هاخدهم بقى على الميه بتاعتي. الميه طبعا لازم بتكون هنا سخنه جدا بتغلي. ومعايا البصل الابيض اللي احنا قشرناه، ومعايا ورقتين لورا، وكام حبايه حبهان، وطماطميه واحده بس، حبايه من الطماطم واحده قطعتها كده. بتدي لون حلو جدا للفراخ بتاعتك وانت بتحمريها، وبتدي طعم حلو جدا للشوربه. لو مش عايزه تحطي طماطم ما تحطهاش، لان في ناس ما بتحبش الطماطم على الشوربه، فعادي جدا مفيش اي مشكله. تمام. بنزل بالملح، بتنزلي بالفلفل اسود، انزلي ببهاراتك كلها، وهنغطي على الحله بتاعتنا لغايه لما تستوي الفراخ بتاعتنا. هنيجي بقى للملوخيه القمر اللي احنا قلنا عليها في البدايه، وما شاء الله اللهم بارك. شايفه بقى نشفت هنا، وتعتبر الفوطه امتصت الميه كلها اللي موجوده في الملوخيه بتاعتنا. ما شاء الله اللهم بارك. بقى هنا بتبقى جميله، وعايزه اقول لك كانك حطاها في المجفف، او مثلا منشفاها بطريقه ما، ولكن الفوطه هنا حلوه جدا. عشان كده ببدا بيها. يعني لما بتيجي تعملي الاكل معاكي ويومك فيه ملوخيه، ابدأي بالملوخية بتاعتك، اغسليها ونشفيها كويس جدا واركنيها على جنب. تمام. هنبدأ هنا نخرطها بقى. وانا ما حبيتش بصراحة اعملها في الكبة، بحب استرجع كده زمان وايام زمان الجميلة لما كانت امهاتنا الله يرحمهم يا رب متعودين، واحنا متعودين من صغرنا ان احنا بنخرط بالمخرطة الجميلة ديت بتاعت زمان. انا ممكن اعملها في الكبة، بس بصراحة انا بحب جدا الملوخية بالمخرطة. قوليلي لو في الكومنتات بتحبي تعملي زيي ولا لا. انا بجد بحبها جدا، بحب الملوخيه بالمخرطه، بحس ليها طعم، وبحس ان انا فعلا كلت ملوخيه. انا معرفش، هي جايه معايا كده ان انا بحبها اعملها بالمخرطه. خرطناها هي زي ما انت شايفه ناعم جدا. وهاجي هنا الفراخ بتاعتي كانت استوت تماما، والرز بتاعي طبعا كان خلص. هطلع بقى الفراخ زي ما انت شايفه كده، خلاص اركنها على جنب شويه لغايه ما نحمرها. وطبعا التحمير هقولك دلوقتي هنعملها ازاي، مش هدخلها فرن برضو. هجيب حله بقى اللي هعمل فيها الملوخيه بتاعتنا، وعليها مصفى كده، وهاخد مقدار مثلا على قد طبعا الملوخيه اللي عندك. انا الملوخيه اللي عندي كانت حوالي كيلو ملوخيه، فطبعا هحط لها الكميه اللي على قدها بالظبط. تمام. الكميه اللي على قدها طبعا بتبقى حوالي برضو نص لتر من الشوربه، لان مش عايزاها تخينه قوي، ولا طبعا تكون خفيفه خالص. لا، انا عايزاها تكون قوامها حلو جدا زي ما احنا شفناه في اول الفيديو. تمام. انزلي عليها بالملوخيه اللي خرطناها كده. تمام. واديها تقليب كده معاكي على نار متوسطه. طبعا هي هتاخد غلوتين عبال ما نعمل احنا التوم المتحمر بتاع او التوم المتقلي بتاع الملوخيه. تمام كده. قلبي في الملوخيه بتاعتك زي ما انت شايفه كده على جنب، والطاسه بتاعتك برضو معاكي. وهنعمل دلوقتي التقليه بتاعه التوم. وعايزه اقول لك بقى، هي دي بقى الريحه الجميله اللي بتطلع معاكي في الملوخيه اللي في التقليه بتاعتها. الملوخيه بصراحه هنا حلاوتها كلها في التقليه بتاعتها، بصراحه انا بحبها جدا في الحته دي. عندنا شويه من التوم هنا، حوالي 3 4 معالق مفرومين من التوم. وطبعا معايا زبده بلدي، انا حطيت بحب احمر التوم بتاعها في السمنه البلدي يا اما الزبده، حاجه من الاتنين اللي موجوده عندك. لو مش موجود شوفي انت بتحمري بايه، عادي جدا، يعني الموجود عندك بتحمري بيه. تمام. هنقلب كده لغايه ما تاخد تتبيله. الاول هندبل التومه الاول، وبعد كده ننزل عليها نص معلقه كبيره من الكزبره الناشفه. تمام. ونقلب كده لغايه ما تاخد معانا اللون الذهبي. وبعد كده بقى هنبدا ننزلها على الملوخيه بتاعتنا الجميله. طبعا هنا الملوخيه بتاعتنا خدت غلوتين حلوين محترمين كده. وهننزل عليها بقى بالثوم القمر دوت اللي لونه ذهبي وريحته بتجنن. هي الملوخيه في البيت بتقلب البيت، ريحتها بتبقى طالعه تحفه جدا. تمام. انزلي بقى بالتقليه الجميله دي، الثوم المتقلي كده. انزلي بقى بيها كده على الملوخيه القمر دي، ما شاء الله اللهم بارك، شكلها تحفه جدا ويفتح النفس. تمام. انزلي بقى كده. وعايزه اقول لك الحاجات الجميله ديت بصراحه يوم ما الواحد بيعملها بيحسه فعلا انه اتغدى. يعني هي فعلا الاكلات بتاعتنا بتاعت زمان وما زالت موجوده. وفي ناس كتير على فكره في الدول العربيه ما تعرفش الملوخيه دي بالطريقه بتاعتنا. يعني اللي انا عرفته واكتشفته جديد ان في ناس في الدول العربيه ما يعرفوش طريقه الملوخيه بتاعتنا. لكن انا متاكده واثقه لو دقوها مش هيمنعوها ابدا، وهيتعودوا ياكلوها وهيحبوها جدا. الملوخيه المصري مفيش بعدها بصراحه. نزلنا كده بالتقليه بتاعتنا على الملوخيه زي ما انت شايفه كده.
اللهم بارك، تحفه جدا. وقوامها بصي عامل ازاي، القوام تحفه، ما هوش خفيف ولا هو تقيل. معايا بقى معلقتين 3 من الزيت كده، ونزلنا بالفراخ بتاعتنا وهنحمرها. انا النهارده كان الموضوع يعني كان اليوم معايا مستعجل جدا، ومخلصه الاكل متاخر، فطبعا كنت مستعجله، فالفرن هياخد معايا وقت، فقلت احمرها على البوتاجاز من فوق وننجز يومنا. تمام، حمرناها زي ما انت شايفه كده وخدت اللون الجميل دوت. هنحمر الفرختين بنفس الطريقه دي. عايزه اقول لك بقى ان الفيديو بتاعنا كده قرب ينتهي، واللهم بارك ما شاء الله، اللهم بارك، تحفه جدا الاكل بتاعنا النهارده. اتمنى ما اكونش طولت عليكم، بحبكم في الله جدا وبحب اتكلم معاكم جدا، ربنا ما يحرمنيش من وجودكم في حياتي يا رب. وان شاء الله استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، واترككم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.